Cibiyar kula da harkokin musulunci ta ƙasar Ghana ƙarƙashin jagorancin hukumar Saudi Arabia ta gudanar da babban iftar a cikin birnin Ankara a nan ƙasar Ghana. Ku biyo mu domin ku ga yadda abin zai kasance. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-nabiyyil mustafa Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi. وبعد، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في غانا السيد سلطان الدخيل، ممثل إمام الوطني الدكتور نوح الشاربتو، ممثل الشيخ عمر إبراهيم إمام أهل السنة والجماعة في غانا، كبار الشخصيات من العلماء وكبار السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي في غانا، أعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين في غانا، دعاة الوزارة في غانا، السيدات والسادة والإخوة الكرام والأخوات الكريمات ورؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية والمدارس الإسلامية في غانا. أيها الحفل الكريم، إنه يطيب لي ولجميع منصوبي ودعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في غانا أن نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بحلول شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. وكذلك التهنئة موصولة إلى وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، ولجميع المسؤولين في الملحقية الدينية في أبوجا، ونسأل المولى القدير أن يديم علينا هذه المناسبة المباركة. أيها الحفل الكريم، لا شك أن خير المملكة العربية السعودية قد وصل الآفاق والأقطار في العالم، وجوانب هذا الخير كثيرة لا تعد ولا تحصى. ونحن في هذا اليوم المبارك نبشر برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وهدية الطهور في غانا، وهذه الهدية تعد من أثمن الهدايا التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع. فقد تم التدشين في كل من نيجيريا وغيرها من الدول في العالم، ونحن في غانا نحظى بنصيب كبير الذي سيؤثر في قلوب المسلمين في غانا، وسيكون جسر وصل ومواصلة بين المملكة العربية السعودية وبين الشعب الغاني الشقيق. وإيصال هذه الهدية من التنوع يضفي عليه ما يترتب عليه من الأجر الكريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذه التمور من أفخم التمور التي هباها الله للمملكة العربية السعودية. وفي هذه السنة نقوم نحن دعاة الوزارة بتنفيذ مجموعة من الموائد الرمضانية في أقاليم غانا، حيث أن الدعاة في غانا سيقومون بتنفيذ موائد رمضانية بإذن الله في كل من أكرا وكماسي وترمني، بتكاتف وتعاون بناء مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في أكرا. فجزا الله السفيرة وجميع العاملين في السفارة على تعاونهم لتنفيذ هذا البرنامج على الوجه اللائق بهم. أيها الحفل الكريم،
إن هذا البرنامج من أهم البرامج الخيرية الموسمية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في العالم، إلى جانب الأعمال الإغاثية والإنسانية الأخرى التي تعد امتدادا لجسور التعالي على البر والتقوى، وميثاقا من الدور الهلالي والاجتماعي والإنساني الذي يقوم بها المملكة العربية السعودية في العالم أجمع، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وأمد في عمره ومتعه بالصحة والعافية، وجعله زخرا للإسلام والمسلمين. وكذلك ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يولي اهتماما بالغا بجهود المملكة العربية السعودية فيما تقدمه من برامج في هذا الشهر الفضيل، وكذلك بقية البرامج على مدار السنة التي تنفذ بدقة بالغة، حيث إنها تصل إلى جميع الجهات المعنية في الوقت القياسي، وبخاصة البرامج المخصصة بشهر رمضان المبارك. والشكر موصول من فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبت العريزي للإشراف المباشر على هذه البرامج وتنفيذها في الملحقيات الثقافية بسفارات المملكة العربية السعودية. ولم يتحقق هذا الخير إلى الشعب الغاني إلا بجهود مضنية وبمتابعة دقيقة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في غانا، وبالتعاون البناء من الملحقية الدينية في أبوجا، وبخاصة القائم بالملحقية في أبوجا الدكتور نانو بن جار الله الشمري، وكذلك جميع الكوادر العاملة في سفارات خادم الحرمين الشريفين. وفي الختام نسأل الله القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أصحاب الفضيلة والمعالي، فضيلة الشيخ حضر إدريس إمام أهل السنة والجماعة، ممثل مفتي العام الدكتور محمد مرزوق، فضيلة الشيخ الدكتور عباس شمس الدين مشرف الدعاة، فضيلة الشيخ الإمام حسين عبد الرحيم إمام الشرطة الغانية، فضيلة الشيخ الإمام نجم الدين زكريا إمام القوات المسلحة الغانية، فضيلة الشيخ حامد إبراهيم ممثل مركز بلاد الإسلامي، فضيلة الشيخ أرمية جبريل المدير العام لمؤسسة الهدى الخيرية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتشرف في هذا اليوم المبارك بمشاركتكم في تدشين برنامج إفطار صائم في جمهورية غانا تحت إشراف وتنفيذ مكتب الملحق الديني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية في أبوجا، وهو هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ولي عهده الأمين، داعي المولى أن يبارك لكم في هذا اليوم. وهذه مجرد تعبير ومشاركة من إخوانكم في المملكة العربية السعودية، مجرد عربون صداقة ومحبة، وهذه من الأيام الفاضلة والمباركة على المسلمين جميعا في هذا الشهر الفضيل. داعي المولى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام إنه سميع مجيب، وأن يحفظ بلادنا وبلادكم وبلاد المسلمين من كل شر، آمين، والله يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sunana Sarki Suleiman Mandi, Sarkin Zango Oduma.
kuma ne vice chairman ga West Council of Zango Chief Amasaman. To a sanin me zamu ce ya kawo mana wannan wurin yau? Alhamdulillah na ga zuwa mu nan ganga mun gode ma Allah da yanda manyan ahli sunna suka organize wannan program da muka zo. Gaskiya mun na zo na gani ina kawo haɗin kai kuma ina kawo zaman lafiya kuma musulunci ya ci gaba. Kuma yanda muka zo muka ji mun ga kama ba batun Greater Accra kawai ba, suna gwada kamar other region na duka in Allah ya da kowane sabon shekara kuma kowane shekara da za a shiga an yi kokara yi wannan sama. Sa nema kuma na ji daɗi kamar yadda muka zo muka gamu da manyan maluma, sarakuna na nan, youth na nan, mu duka mu bude bakin mu alhamdulillah cikin Ramadanin ga. To a bayanin da kai ka ce wannan abu yana kawo haɗin kai, to ta bangaren ku sarakuna da akwai niyyar yin irin haka nan gaba? Masha Allah, tun da ni ma na zo na gani na san mu sarakuna insha Allah mu ma mu tashi mu yi wani ba kan ga. So mun ka duba muna kan iri zama amma wan yayi different da namu. Yasa yanda muka zo muka iske da maluma gabadiyar nan akan mu ma sarakuna za mu kira mu da maluman mu da manyan mu yi kokarin mu hadu so da yanda za mu yi duba cin gaban musulunci. wato shagabannai na Saudiya, al-Mamlaka al-Arabiyya Saudiya, kowane shekara suna nasu gwargwado a aiko da taimako saboda azumi. Wanga shekara sai ra'ayi ya zo kaman a zo a dafa abinci a cirawa 'yan uwa musulmai na kasan Ghana manya su ma a zo a hadu a yi buɗe baki tare saboda alfarman wannan wata ya shafi mu duka. Su shugaban Saudiya al-Malik Salman bin Abdulaziz Al Saud da wali ahdihi al-Amin da sa'annan kuma akwai wizara ministry wanda ke kula da batun da'awa da irshad a cikin wato kasan Saudiya. Sa'annan kuma suna da malumma da suke aiki da su kowane wuri cikin duniya. To wanga shekara su ma karkashin wannan wizara wato aka yi wanga programin da muka gani. Wato mu duka muna karkashin al-mulhaqiyyar diniya wato attach office wanda ce can Abuja. Sai suka ba da dama a yi wanga barnamij. Allah yadda bayan wanga haduwa za a zabi wurare a cikin Accra a yi irin wanga iftar, sannan kuma a cikin Kumasi da Tamale da Wa gwargwado yanda muka iya. Mu duka mun san kaman ba za mu yi mu ciyar da kowa ba, amma manya-manyan mutane wanda suke taimaka ma musulunci, malumma da shagabannai su muke nufi mu yi mu hadu da su san irin wato anniya mai kyau da ce wajen shagabannin Saudiya na yadar da irin wanga alkhairi. Saboda shi a takaice abin da ya sa muka hadu a wanga maraice ce ga a cikin wanga wata mai albarka na shekara 1445 wanda ya dace da aihinin shekara 2024 na miladin annabi Isa alaihi salam. Amin. Zancen talakawa na bukata da dama ba su da abin buɗe baki. In ka duba wannan zama kuma wa'anda suke da shi amma su duka mai baki su zancen talakawa ya hake. In ka lura wanga mun ce hadiya, wato hadiya talaka na cikin mai kudi na ciki, kowa zai ci amfaninsa. Sa'annan ta bangaren talakoki akwai aihinin maktab ighatha na Malik Salman, su ma suna gari wanzu haka, su ma suna nan suna raba abinci gwargwado saboda shi jawanib daban-daban ne ce tafiya. Wanga ya takal talakoki a ba su abinci su je su dafa, wanga kuma ya takal manya wanda su ce kula da musulunci a cikin Ghana, su ma a cirawo su san kaman ga irin wato niyya mai kyau da ke wajen kasan Saudiya na taimaka ma aihinin wato musulmai baki daya wa bi khasa shagabannai, saboda su ma su
yi kokari su yadar da irin wanga alkhairi a wajen al'ummansu baki daya. Masha Allah, yau da muka zo nan da mun ga kamar an karbe mu da murna. Program da aka yi kuma masha Allah mun ci amfani sosai cikin an karbe mu da annu biyu kenan ko. And through the program kuma mun gane kaman ba mutum ba ka samu da yawa bane sai ka tanye don wanka. Wani kadan da zaka samu ya fi ka make sure kamar al'umma sun ci amfanin ka. Abinda yan Saudiya suka yi muna yau da masha Allah mun ji dadi sosai. Allah ba mu kuma iko mu ya muna mutane irin wanga program sakan ga insha Allah. To an ce iftar ne. Na'am. Yanzu a yanda kake magana ka ci ka koshi ka cika cikin masha ne da zamu so mutanen gida su sani. Wannan dai ba matsala. Wanga ba kamar a kawo manu save yourself ne kida kanka doki plate a samu abin da yake so. Haka ne muka samu nan insha Allah. Amma an gwada muna mun ba kamar abincin kawai. At least we learn something from it. Mutum kana nan ya fi ka think kamar no akwai wadansu da suke neman taimako. Kadan da kake da shi ka tara ka taimaka al'umma. Ya abin da na samu nan ga kenan. Don na yi murna sosai. Ba godiya. Ina cikin du'atul wazara na Ghana, precisely Greater Accra region. Yasa wannan iftarin da aka soma farkonsa kenan da muka soma shi a kasanmu Ghana, something like muna test a duba ko abin ya yi kyau. Insha Allah mun gan haske cikin abin kuma muna ba da bushara cewa idan Allah ya yarda za a ci gaba da irin wannan. Yasa bayan an yi wan insha Allah na tabbatar ma yan Greater Accra cewa akwai another one kuma da za mu yi. Precisely kuma insha Allah za mu yi shi daga Masjid Al-Firdaus daga can Falmak insha Allah, kuma idan lokaci ya yi za mu ba da takarda na gayyata which is invitation cards insha Allah gurgudun adadin mutanen da aka ba mu umarni mu yi. Isa da media da malamai da ambassador da sarakai da maluma muna tabbatar da godiyarmu ga kowa. Ubangijinmu Allah tabaraka ta'ala ya bar zumunci, Allah tabaraka ta'ala ya saka da alheri, kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya koma da kowa gidansa yana lafiya lumlum. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda muka riga da muka faɗa muku gashi nan mun zo mun bawa idanuwan mu abinci kuma mun bawa bakin mu abinci, an ci an sha an ƙoshi an kuma yi zumunci yadda ya kamata, sannan kuma an kwashi ilimi saboda wurin kamar yadda kuka gani ya cike falne da manyan malamai da ɗalibai da kuma waɗanda suke rajin kare haƙƙin musulmai da kuma musulunci. Maryam Muhammad Bawa ne ke cewa ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tashar tamu ta MMB Hausa domin kada a bar ku a baya.